فلما يأتي مثل هذا المبلغ بلا شك أنه ينفعهم بإذن الله تعالى نفعا كبيرا. وفي هذا رد أيضا أيها المسلمون على أن دولتنا هي دولة إسلامية لا تريد إلا الخير ولا تريد إلا الإصلاح ما استطاعت، وأن أولئك الذين يريدون أن ينشروا العلمانية والليبرالية أو أولئك الذين من المفسدين في الأرض الذين يزعمون أن حلقات تحفيظ القرآن لا تفرخ إلا إرهابيين وقطاع طريق ومفسدين ومفجرين ومكفرين، أن هؤلاء لا ينتسبون إلى البلد ولا تتشرف بلاد الحرمين الشريفين أن تحوي أمثال تلك الأسماء. ولقد رأينا في الجرائد أياما ماضية رأينا بعض من يرسم كاريكاتيرات يستهزئ بها بحلقات تحفيظ القرآن وبمعلم القرآن الذين كرمهم الله وشرفهم، فخيركم من تعلم القرآن وعلمه. والله جل وعلا شرف حامل القرآن وكرمهم وعظمهم ورفع درجاتهم، ومن أحسن قولا من هؤلاء الذين يقرؤون القرآن ويثنون أقدامهم في حلقاته يعلمون أهله ويتدبرونه ويتعلمونه. فيرسم كاريكاتير بأن رجلا يعلم مجموعة من الأطفال تحفيظ القرآن ثم يوزع عليهم بعض الحزامات الناسفة يركبها عليهم استهزاء بهذه الحلقات، وكأن هذا القرآن إنما يدعو إلى قتل الناس ويدعو إلى ظلمهم وتفجيرهم وأكل حقوقهم وترويعهم، فهو ذم للقرآن قبل أن يكون ذما لحلقات، ويبدأون يستهزئون بهم من خلال كتابات ومن خلال رسومات. وأبعد الناس والله عن نفع البلدان هم هؤلاء الكتاب من الذين يسمون أنفسهم بالمثقفين. خلال 12 يوما مضت، ليست الأيام القريبة بل قبلها بأيام، فقط 12 يوم، أيام الاضطرابات التي دعي إليها في الرياض وفي غيرها. في جريدة عكاظ 297 مقال اللي كتب فقط عن هذه الاضطرابات خلال 12 يوم والنهي عنها والدعوة إلى أمن البلد، فقط 5 مقالات من 297 مقال. ما همهم أمن البلد ولا التفتوا إليه، همه أنه يحقق الاختلاط عشان يضع سكرتيره وما تمشكل الهيئة، همه أن يرى البنات يسوقن السيارات حوله في الشوارع، همه أن يخرج إلى الشاطئ فيرى النساء بالمايوهات، هذا همه، فهو يكتب عما أهمه. أما أن يكتب عن اضطراب أمني، يكتب عن عدم الاستماع إلى أجندة خارجية، هذا لا يهمه. 297 مقال، منها فقط 5 مقالات تتكلم عن عدم الاضطراب في البلد. في جريدة الرياض خلال 12 يوم 227 مقال اللي كتبوا عن الاضطرابات والتحذير منها فقط 5 مقالات أيضا، والباقي في شهواتهم يكتبون. أين هؤلاء الكتاب عن هموم البلد؟ إن كانوا وطنيين حقا أين هم في ساحات القتال؟ أين هم لما غزا العراق الكويت في تلك السنين؟ لم نرى واحدا منهم معنا في الخفج ولا في حفر الباطن لما كنا نذهب مع الإخوة لأجل أن نخرج العوائل اللي دخلت سياراتهم في الرمال. لم نرى والله إلا أصحاب اللحى والمطاوعة. أين هؤلاء الكتاب الذين يتغنون بالوطن؟ أين أنتم في الأزمات؟ أين هؤلاء الكتاب لما وقع ما وقع من حرب المملكة مع الحوثيين؟ أين هم؟ ذهبت وذهب غيري إلى ساحات القتال ولم نرى والله إلا المشايخ والمطاوعة الذين هم يتكلمون عليهم. أين هم في هموم الأمة؟ لا تراهم عندما تقع الأزمات إلا في شوارع لندن وفي باريس. يحرص على أن يكثر أرصدته، أن يقيم علاقات خارجية، أن يحضر الحفلات في السفارات التي يدعى إليها، والله أعلم ماذا يقع عندما يحضرها الحفلات. أين كتاباتكم عن هموم الوطن إذا كنتم صادقين فعلا في أنكم تدافعون عن الوطن؟ هذا أكبر رد على أمثال هؤلاء العفن الذين ابتلينا بهم في جرائدنا. يتكلم على المحتسبين، على الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، على المشايخ، ثم يقول وأنا لولا حرصي على هذا الوطن أنا أنادي إلى الوطنية. وين أنت وين الوطنية؟ أنت ما تتكلم إلا عما يهم شهوتك ومما يكثر مالك ومما يخدمك عند من جندوك من خارج هذه البلاد. وبلاد الحرمين الشريفين التي جعل الله تعالى أكثر من 1.5 مليار في العالم يتوجهون ويسجدون إلى جهتها إلى الكعبة، هذه أشرف من أن يتكلم فيها أمثال هؤلاء. إن كانوا صادقين فليقفوا فعلا مع وطنهم، إن كانوا صادقين فليقفوا فعلا مع وطنهم عند أزماته،
ولا يكتفي أحدهم أن يحمل القلم بيمينه والسيجارة بيساره، وربما حمل شيء آخر غير السيجارة ويبدأ يكتب كل يوم مقال يأخذ عليها 1000 ريال، ولو لم يكتب ما يرضي من جندوه لما وصلت إليه هذه 1000 ريال أصلا. ففي دعم خادم الحرمين وفقه الله لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رد على أمثال هؤلاء المشككين، هو قطع للألسنة الظالمة، هو إسكات للأفواه المنتنة، هو كبت للظالمين والمفسدين الذين يقولون، الذين هم مثل المنافقين، الذين لما كان المنافقون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يتربصون بالمؤمنين، الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، احنا شركاء معكم في الوطن، ما دام الأمر أمن وسلامة احنا شركاء في الوطن. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة. والله ليوقفن الله هؤلاء الكتاب وهؤلاء المفسدين، ليوقفنهم الله تعالى يوم القيامة في يوم عظيم لا ينفعه قلمه ولا جريدته ولا أرصدته ولا كمبيوتره ولا موقعه ولا من أزه ودفعه، لا ينفعه إلا إن كان عنده عمل صالح أن يجاد